بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمهور الأهلي، الناس طلعت في بعض التعليقات. أنا شفت من الناس في تعليقات يقول لك جمهور اللي شتم اللعيبة ده مش من جمهور الأهلي، وناس عندها 13 و10 و12 سنة قالوا إن هم دول مش بتوع، مش من جماهير النادي الأهلي وخلاص المفروض ما يشتموش والكلام ده. طيب، المشكلة إن محمد الشناوي هو حط نفسه في مشكلة في مباراة باتشوكا. كان الكلام كله عن كهربا، هو اتدخل وقال لك خلاص أنا ماشي. طيب أنا مثلا أنت تهدد، يعني أنا اتهددت كده، أنا اتخضيت، اتخض واخد لي جنب أقول لك لا خلاص أنا هسامح كهربا عشان خاطرك؟ لا، ما ينفعش. أنت بتتكلم على مباراة انت خسرت فيها، وكان يعني كانت في المطمع، احنا كنا طمعانين من الاداء واللي حصل اللي شفناه من مباراه باتشوكا ان احنا واخدين المباراه، بس ده سبب من الاسباب وخلاص المباراه خلصت. مباراه الاهلي وشباب بوليسداد، الماتش خلص 3-1 والناس هاصت وفرحانه، وكان في سبب ان احنا نلم الموضوع ونعتذر للجماهير ان احنا خلاص، احنا اسفين على المباراة اللي فاتت ودي بطولة خلاص ونسوها، ومش اول بطولة نخسرها، ونسقف للجماهير ونحييهم ونعتذر، واحنا كجمهور الاهلي بنتقبل الاعتذار عادي، مش مشكلة، لانه مش اول لعيب ولا اخر لعيب هيعملها وهيغلط وهنخسر بطولة. برضو مش اخر بطولة احنا هنخسرها عادي، مش مشكلة. انا كمدير كورة اتدخل واتكلم، يا شناوي انت كمسؤول او كابتن فريق، خد اللعيبه بالبدله من على دكه الاحتياطي، وتفضل روح اعملوا صف كده وسقفوا للجماهير وحيوهم وبرافو عليكم، واحنا اسفين على المباراه اللي فاتت، وان شاء الله هنعوضكم بمباراه او بطوله جايه. انت ما تفوزليش على المباراه وانا زعلان، انت ما تزعلش، هو الجمهور زعلان منك؟ الجمهور مش زعلان منك، الجمهور غضبان من اللي حصل، انت مالكش دعوه بالموضوع. طلعت وكنت سبب في مشكله، طلعت انت فيها ترند، انا سبتك انت، انا ماسك في كهربا ان هو كهربا نزل ما عملش حاجه وخاصه وضيع ضربه جزاء ومش عارف ايه. طيب انت ما سالتش نفسك الناس دي ما بتكرهش علي معلول ليه؟ علي معلول ما بتكرهش ليه في النادي الاهلي؟ او دايما محبوب كده. علي معلول لما بيخسر بطوله كانه خسر اهل بيته، بينزل عياط بص، ما فيش دموع بقى وعياط ان انا خسرت وخلاص ودي اخر بطولة بالنسبة لي، والبطولة اللي هي بطولة بعديها يسجل الهدف، يجري على الجمهور ويعيط ويعمل كده ويعتذر واحنا متقبلين. عرفت اللي احنا بنحب اللاعب ده او بنحب النموذج اللي هو بيعمله علي معلول. النموذج ده بتاع علي معلول هيفضل معاك او معاه لاخر العمر، ان انا جماهير الاهلي دي هتفضل معايا وورايا مكان ما اروح، حتى لو انا عايز امشي. ما هو محمد عبد المنعم هو اللي صمم ان هو يمشي، احنا كرهناه؟ ما كرهناهوش والله ولا زعلنا منه، بالعكس احنا بنروح نسمع مباراة نيس عشان خاطره هو، ولو هو مش موجود بنخش في البث المباشر بتاع القناة بتاعتهم، لان احنا بنطالب فين يد محمد عبد المنعم حبيبنا. بنحب الناس دي ليه؟ بنحب الناس دي عشان عارفه جمهور الاهلي بيزعل لما بيخسر بطوله زي دي او مباراه مثلا سهله. وانا لما بلعب قدام ريال مدريد وخسرت هزعل؟ والله ما في زعل، ما هزعل من ما انا خسرت من مين؟ انا خسرت من ريال مدريد، انا خسرت من ريال مدريد اللي هو الناس دي في عالم تاني معلش. انما انا ما اجيش مثلا اخد بعضي وكمدير كوره يلا يا ابني سيبك منهم وتعالى نخش، دول بيشتمونا ومش عارف ايه والكلام ده. هي اول مره؟ لا اول مره ولا اخر مره. ما انا اول لما بخسر بطوله، ما انا كل مره بعمل معاك كده، بعمل معاك من الصدمه اللي انا بشوفها، من الصدمه ان انا اشوف مباراه حلوه وضاعت من ايدي بسبب اخطاء تافهه سواء منك او من غيرك. ما تلومش على جمهور زعلان، الجمهور ده يطلعك ترند في لحظة، يطلعك ترند سواء وحش او كويس. انت وحش هطلعك ترند ان انت وحش مش عايزك، كويس هطلعك ترند وهحبك وهشيلك فوق دماغي من فوق وهعمل لك فيديوهات وهيصك. انما ما تاخدش معنى ان انت الحارس الاول في منتخب مصر مثلا او في النادي الاهلي، تمام، ان انت ليك حب مخصص، او انا مثلا انا همشي مع السلامة يا عم، هو كتير قبلك مشي. هو عصام الحضري، كابتن عصام الحضري لما ساب الاهلي وخلع الجماهير فكرته؟ والله ما حد فكره، وخلاص شكرا مع السلامة يلا باي. الجمهور
رقم واحد في النادي، ولا تقول لي إدارة ولا لاعيبة ولا أي حد، شيل ده كله. الجمهور ده رقم واحد في الإدارة، رقم واحد في الإدارة. في ناس من الجمهور ده بتروح تشجعك أنت مخصوص وتهتف باسمك. لما أنا كنت بتلعب مباراة حلوة في التدريبات، الجمهور ده كان بينادي على لعيب 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 لعيب، الجمهور ده كان بيعمل لك دخلة بيوصلك بيه العالمية. معلش انت لما تلعب مباراة العين، ما انت ما شفت اللي حصل. مباراة العين ده جماهير العين بنفسها قالت لك ايه يا عم الرعب ده؟ ايه الرعب اللي حصل ده؟ الجمهور ده اتصور ونزل على قناة، على الموقع الرسمي بتاع الفيفا. هو ده الجمهور. فما تزعلش، لا ده انت تروح وتعتذر وانا اسف وان شاء الله هنعوضكم ببطولة. الجمهور ده احنا متعودين على كده يا جماعه. احنا كده في الاهلي احنا متعودين ان احنا ما نخسرش بطوله، ما نخسرش بطوله. بطوله عالميه فيها يعني فرق كبيره زي ريال مدريد، تشيلسي، مش عارف ايه، كاس العالم للانديه اللي جاي ان شاء الله فيها. انا عايز ادي على الفرق اللي هي في مستوايا، انتر ميامي، مش عارف ايه، بالميراس والكلام ده كله، ده انت ايه، ده في مستواك انت يعني. انا ازعل بقى لما اخسر من الناس دي، ما ازعلش لما اخسر من مانشستر سيتي او ريال مدريد او برشلونه او ليفربول والناس دي، لا ما ازعلش، لان انا خسرت بصراحه، خسرت بشرف ان انا لعبت مع الناس دي خساره بشرف اسمها. انما ما تقوليش مثلا انا العب مباراه واخسر والجمهور يحاربني، اروح انا اكبر دماغي واخد بعض وامشي. كهربا كارت واتحرك في النادي الاهلي، شكرا، هو كارت واتحرك خلص. انا مش بتاع لقطه. ما تقوليش ان انا خدت معاك بطولات افريقيا وانا السبب في الفوز هنسالك واحبك مهما تغلط، لا يابا، شكرا، غلطت مع السلامه بره، هتوحشنا، مفيش الكلام ده. فحسن الجمهور ده، حسن من مستواك، وفوز المباراة اللي بعديها انت فزت 6-1 حلو، واحنا فرحنا وتمام وعسل، انت ضربت عصفورين بحجر. طبعا ناس كتير عارفاها اللي هي 6-1. خد اللعيبة وروح للجماهير واحنا اسفين وحقكم على دماغي، والبطولة اللي فاتت خلاص انسوها، وان شاء الله المستوى اللي جاي والمباريات اللي جاية ان شاء الله هيكون احسن وهيكون افضل، ونعوضكم ببطولة تانية. بس فهي دي المشكلة. السلام عليكم.